2000 عفريت يركبوهم. شوقي سيف صاحب برضه المحلات اللي انت قطعت فيها يا بابا، حرام عليك. يا حاج سيف العطا طبعا نظر، انا قصدي اقول يعني تخليهم صباعين كفته 3-4 معالق رز هيقعدوا والله يبقوا في ميزان حسناتك يعني. وخلاص سيبك من الحلويات وسيبك من الكفته وسيبك من الكلام ده كله. احلى برجر في مصر، احلى برجر في مصر، برجر الشبح. هو ده؟ ايوه. هي مره واحده في حياتي اللي كلت من برجر الشبح ده، كانت النتيجه اتحجزت في الحميات 3 ايام الحراره ما بتنزلش. تالت يوم لقوني بهوى، قالوا علاجك مش عندنا، وراحوا موديني على مستشفى الكلب. قلت لهم ليه؟ قالوا بالبرجر. والاخ يبقى مين راخص؟ ده المعلم يا بابا، ده المعلم. المعلم يعني هستنتجها لوحدي؟ لا. معلم ايه؟ مراجيح؟ هقول لك بيعمل ايه ده راخر؟ ده مصمت يا بابا، مصمت. وايه اللي جابه مع دول؟ ايه اللي جاب دول كلهم اصلا؟ يا بابا هم جايين عشان نعمل لهم دعايه وناخد فلوس وناخد قرشين. دعايه ايه؟ عشان الجردل، ترند الجردل، خلينا ناخد قرشين يا بابا، اسمع مني. طيب انا هعد لحد 4. لا والنبي لو ما مشوش من هنا اقسم بالله الجردل هيتدشدش على دماغهم. هو بيهزر. 1 هو بيهزر اكيد. والنبي 2 حقوا عليا 3 يا كلاب. يا بابا ليه كده يا بابا؟ ليه يا بابا طيرت الناس، طيرت الاعلانات يا بابا؟ اعلانات؟ ده انا هعمل لهم تنبيه، هذا المنتج يؤدي الى الوفاه. بهدلت محلات مصر كلها يا بابا.